السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو ده بديل للفيديو اللي اتمسح قبل كده اللي انا نزلته. هنشرح طريقة التسجيل على موقع البنك الاهلي على الوظائف بالتحديد. اول حاجة هنختار من الصفحة اللي هي الرسمية mbe.com.eg. اختار هنا اللغة العربية الوظائف، وهنزل تحت شوية اختار حديث التخرج. طبعا ده بالنسبة للناس اللي هي متخرجة سواء من 2020 لحد السنة اللي فاتت. لو حد خريج اللي هو شهر 7 اللي فات هيقدم كخريج 2024. تمام. هختار هنا من الصفحة My Job Page، هتفتح لي الصفحة بتاعة التسجيل. لو أنا عندي يوزر قديم وكنت سجلت على الموقع القديم قبل الابديت، فأنا هدخل أعمل ابديت تاني على البيانات بتاعتي. هدخل اليوزر بتاعي القديم والباسورد عادي جدا وهدخل أعدل على البيانات. لو أنا لسه مستخدم جديد ولسه هسجل جديد على موقع البنك الأهلي هختار New User، والتسجيل بيبقى سهل جدا، اسهل من اللي هو الابديت القديم. تمام. اول حاجه بيطلب مني اليوزر نيم والباسورد والميل، 3 حاجات. اكتر حاجه ممكن تعك فيها شويه اللي هي اليوزر نيم. اليوزر نيم بيحتاج منك ان انت تسجل بالاسم الاول بتاعك بالانجلش وتحط جنبه 3 أو 4 أرقام. اهم حاجه الاسم ده ما يكونش حد خده قبل كده، فانت بتحاول كذا مره لحد ما بيظبط معاك يوزر نيم ما يكونش حد خده قبل كده. هدخل الباسورد بتاعي بيبقى من ارقام وحروف. هدخل الميل بتاعي واتاكد ان الميل ده شغال عشان هو الميل ده بيوصلني عليه كل حاجه. ولو انت تحدد لك ميعاد او انترفيو فبتبعت لك على نفس الميل اللي انت بتسجل بيه. تمام. دي طريقه التسجيل لاول مره، سهله جدا. هرجع للصفحه تاني، اختار ماي جوب بيج. انا طبعا عندي حساب قديم، عندي يوزر وعندي باسورد، فادخل يوزر هنا والباسورد هنا. تمام. انا دخلت اليوزر والباسورد. اول صفحة بتفتح لي في الصفحات اللي هي بقدم عليها الصفحة دي. تمام. بختار منها من على الجنب كده هتلاقيها مكتوبة بالازرق access my profile. تمام. بنضغط عليها هنا كده، دخلت على my access profile، هيدخلني على الصفحة دي. تمام. الصفحة دي بقى فيها ايه؟ فيها كل البيرسونال انفورميشن، اسمك، الرقم القومي، ساكن فين. اغلب 90% من المعلومات اللي انت بتحطها في الصفحة دي بتكون موجودة عندك في البطاقة او انت عارفها، ما فيهاش اي صعوبة. تمام. اول حاجة آه احنا وماشيين كده بنعدي على المربعات دي وبنملى البيانات بتاعتنا، فبيبقى فيه زي نجمة حمراء كده فوق كل المربعات دي، معناها ان المربع ده important واحنا ما ينفعش نعمله skip وندخل على الصفحة اللي بعدها، لازم نملى المربع ده. تمام. اول مربعين دول بيقول لي انت عرفت منين او سمعت منين على الوظائف بتاعة البنك الاهلي. فانت هتفتح بيجيب لك كذا خيار، فانت بتختار بقى انت عرفته منين، من السوشيال نتورك ولا منين بالظبط، ولا من كارير ديفلوبمنت، ايا كان. انا هقول له اصغر لان انا عرفته دايركت من الموقع اللي هو بتاع البنك الاهلي. تمام. هنزل تحت شويه زي ما انتم شايفين كده البيرسونال انفورميشن دي جالي بالشكل ده. انا املاها ازاي بقى بالترتيب عشان امشي صح؟ حامله المربعات دي عمودي زي ما هي كده. يعني هاخد العمود الاول هنا first name والmiddle name والthird name والlast name. هتكتب اسمك رباعي، كل اسم في مربع. هنا الفيرست نيم اول اسم من اسمك، الميدل نيم اسم والدك، الثيرد نيم اسم جدك، اللاست نيم اخر اسم في آه في الاربع اسم. تمام. بعد كده هخلص الاربع مربعات دول. طبعا هتملى الاربع مربعات بالانجلش. هدخل على العمود اللي بعده. العمود اللي بعده فيه ايه؟ بيقول لك الانجلش فول نيم. هتملى المربع ده باسمك زي ما هو في البطاقة بس بالانجلش. تمام. انت لو وقفت على علامة الاستفهام دي هيقول لك هو، يعني هيوضح لك لو في حاجة مبهمة بالنسبة لك، فهو بيبقى حاطط لك زي علامة استفهام كده بتقف عليها بالماوس، هو بيقول لك هو عايز ايه بالظبط. تمام. هنزل بقى تحتها يقول لك الاسم الاول باللغة العربية. هو مش عايز اسمك رباعي ولا هو عايز اسمك الاول بس.
يعني أنا مثلا اسمي أسماء مثلا، فأنا هكتب أسماء هنا في أول مربع ده. تمام. أسماء محمد علي، هكمل بقى من محمد علي وأكمل بقى اسمي لحد الاسم الرابع. تمام. هو بيقول لك هنا يرجى إدخال باقي الاسم باللغة العربية، باقي الاسم اللي هو بعد الاسم الأول. تمام. هنزل تحت هنا هيقول لي الحالة الاجتماعية، انت ايه، أعزب، متزوج، مطلق، أيا كان، هتملى البيانات زي دي كده. هندخل على العمود اللي بعده. العمود اللي بعده فيه ايه؟ فيه الميل بتاعك، والميل ده ضروري تسجله صح عشان بعد كده لما بيجي لك امتحان او انترفيو بتبعت لك عليه. تمام. فضروري نتأكد من الميل ان هو صح 100%. هنا بقى الديت اوف بيرث ده، كل البيانات دي بتبقى عندك في البطاقة، فانت بتدخل رقم سوري تاريخ الميلاد بتاعك، الشهر هنا تختار شهر ايه مثلا، انا هختار كده عشوائي. تمام. يوم مثلا 12. السنة تختار السنة. آخر حاجة بقى في الحتة دي اللي هو الخدمة العامة أو الجيش للأولاد. تمام. في أولاد مش بتعمل مش بتدخل الجيش فبتعمل خدمة عامة، فهنا أدى الخدمة العامة دي متاحة للبنات وللأولاد. تمام. لو انت بنت وما عملتيش الخدمة العامة فانت ممكن تختاري أخرى. تمام. كده احنا خلصنا أول سيكشن، ندخل على السيكشن اللي بعده. ايه أول عمود في السيكشن اللي بعده؟ أول حاجة هفتح المربعات دي. أول حاجة عندي الجندر، سواء فيميل، بنت أو ولد. تمام. بعدين بيقول لي الناشونال اي دي 1 والناشونال اي دي 2. هو في الأول في السيستم القديم كان مربع واحد وبتكتب فيه الناشونال اي دي كامل. لا، دلوقتي جايب لك مربعين، هكتب في ده ايه وهكتب في ده ايه. المربع الأول ده هكتب فيه الرقم اللي بيبقى تحت الصورة بتاعتك في في بطاقة الرقم القومي. بيبقى فيه زي أرقام وحروف بالإنجلش، بيبقى تقريبا حرفين وفي أرقام جنبها، فأنت هتكتب الأرقام والحروف في المربع ده. تمام. وهتكتب آخر 7 أرقام من الرقم القومي، هتعدي أول 7 أرقام وتكتب آخر 7 أرقام من الرقم القومي في الناشونال اي دي 2. خلاص خلصنا من دول، الجندر والناشونال اي دي 1 والناشونال اي دي 2. هدخل على الإقامة أو المكان اللي أنا فيه. تمام. انت بتقول له انت فين دلوقتي، مثلا اختار البلد ايجيبت، انا اخترت ايجيبت، لما تدوس عليها بيجيب لك البلاد انت فين دلوقتي. تمام. ايجيبت تختار المحافظة بتاعتك. تمام. المنطقة. هنا بقى في الناحية التانية بيقول لك السيتي والمنطقة بتاعتك، جايب لك بالتحديد بقى، جايب لك المناطق بالمحافظات بتاعتها. فانا هختار، هنزل تحت شوية. اهو. تمام. هختار محافظة أسوان. أسوان. هو بيبقى جايب لي بقى مفنط لي المحافظة والمراكز بتاعتها، وانت بتختار براحتك المركز اللي انت فيه. وهنا اختار بقى، هنا جايب لك حاجتين. تمام. انا همسح ده وهمسح ده. تمام. هنا بقى بيقول لك street address 1، وبعد كده جايب لك address 2. ايه معنى ده وايه معنى ده؟ تيجي بقى نقف على علامة الاستفهام اللي تحت المربع، هيوضح. بيقول لك ايه؟ يرجى كتابة العنوان كما هو موضح بالبطاقة الشخصية الخاصة بك. هنا عايز العنوان بتاعك في البطاقة الشخصية، أيا كان بقى أنت قاعد فين دلوقتي، فأنت هتكتب له العنوان بتاعك المكتوب في بطاقة الرقم القومي. أدرس تو بقى، هنقف هنا. هنا عايز إيه بقى مني في أدرس تو؟ أنا مش فاهمة يعني، فهمني بقى. فأقف هنا. مش عارفة هو ليه مش عايز تظهر، تقريبا زعلانة مننا. ما علينا، هي كانت بتظهر. فهو كان مكتوب أدرس تو. هو عايز مني العنوان اللي أنا قاعدة فيه حاليا. دلوقتي بقى هنعمل إيه؟ في أدرس 1 هنكتب عنواني في البطاقة. أدرس 2 هكتب العنوان اللي أنا موجودة فيه حاليا بغض النظر عن اللي موجود في البطاقة. لو أنا موجودة في اللي هو نفس العنوان بتاع البطاقة هكتبه تاني، لو أنا موجودة في مكان تاني غير المكتوب في البطاقة هكتبه في أدرس 2.
تمام كده خلصنا من السكشن ده. هننزل تحت شوية. تحت هنا بقى هيطلب مني الموبايل نمبر ده اللي هيرنوا عليك بيه لو في اي حاجة، وبتحط هوم فون مثلا رقم اي حد من البيت، رقم تاني يكون ليك بحيث لو ده مقفول او في اي مشكلة يكلمك على الرقم التاني. هنا بقى اخر حاجة دي بيقول لك هل سبق لك العمل في البنك الاهلي المصري او في الشركات مقدمي خدمات التعهد للبنك الاهلي. يعني هل انت كنت شغال اول سورس قبل كده تبع شركة وكنت شغال في البنك الاهلي؟ فانت لو شغال هتكتب هتعمل يس، لو ما كنتش شغال هتعمل لا، فانا ما كنتش شغالة فهعمل لا. تمام. خلصنا دي هندوس على save and continue. كده هاملة البيانات وهعمل save and continue. هيدخلني على الصفحة اللي بعدها. دي خاصة بالناس اللي هما 5%. لو انت عندك إعاقة آم، أو انت واخد معاك البطاقة اللي هي بتاعة الخدمات المتكاملة 5%، فانت هنا بتدخل وبيسألك شوية أسئلة، بيقول لك هل لديك إعاقة وإيه نوع الإعاقة، فأنت إيه بتحدد من هنا. وللعلم يا جماعة هما ال5% بيبقى ليهم عدد تعيين، يبقى في مثلا هم عايزين عدد معين يعينوا ناس 5%، فبيبقى ليهم تعيينات، يعني بيبقى ليهم فرص كويسة جدا. تمام. فاحنا هتملى البيانات طبعا، كل ده بتبقى انت حاجات بسيطة وبيديك هو اوبشن تختار منها. تمام. هنخلص دي هنعمل برضو save and contain، دي اسهل حاجة تعتبر. تمام. ندخل على الصفحة اللي بعدها اللي هي relative information. بيقول لك هنا ثانية بس اكبر الشاشة شوية. هنا بقى بيقول لك ايه؟ سياسة الأقارب. تمام. أول حاجة عندك الدرجة الأولى والتانية والتالتة. تمام. ممنوع منعا باتا إن أنت يكون عندك حد في البنك درجة أولى أو تانية وتقدم بنسبة 99% مش هتتقبل. تمام. فأنت المفروض ما يبقاش عندك لا الأب ولا الأم ولا ابنك شغال في البنك الأهلي، ولا أبو الزوج ولا أبو الزوجة ولا أم الزوج ولا أم الزوجة. تمام. كل المجموعة اللي هو حدها لك في الجدول ده، فانت ما ينفعش تقدم في البنك الاهلي. تمام. هنا اهو هو كاتب لك ملحوظة: ألا يكون للمتقدم أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب، أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا للجدول. ما ينفعش. فانت لو عندك حد قريب مثلا من الدرجة الثالثة ممكن عادي يمشوها لك. فانت حتى لو عندك يعني انت من الاولى او التانية برضو قدم. انا مش بقولك ما تقدمش، بس قدم وحدد، وبعد كده سواء يقبلوك او لا دي بترجع للمسؤول عن التوظيف. تمام. فانت لو عندك هتختار سواء الدرجة الاولى التانية التالتة الرابعة. بتختار بقى مين اللي هو قريبك، بيديك بقى اوبشن كتير هنا، وبتكتب اسم اللي شغال في البنك بالكامل. تمام. خلاص انا ما عنديش حد، خلاص لا مش هختار لا يوجد، هعمل لا يوجد وسيف اند كونتين. تمام كده عملت سيف اند كونتين. دخلني على السكشن اللي بعده اللي هو الاديوكيشن. تمام. الاديوكيشن بملى فيه ايه؟ اول حاجة من فوق هنا هو بيقول لي انت واخد ايه. عندك هاي سكول، واخد ثانوية عامة او مدرسة عادي يعني لحد المدرسة الدبلوم او الثانوية العامة وقفت، ولا واخد تكنيكال دبلومة، ولا آخر مرحلة انت وقفت عندها. بتختار بقى. الأغلب يعني بيبقى واخد بكالوريا ديجري أو سواء ماستر، بقى انت بتختار على حسب انت واخد ايه. تمام. بعدين بتختار اليونيفرسيتي. تمام. هو عامل لك هنا زي سيلكت فبيسهل عليك الموضوع. تمام. هندخل عليه حاليا تقريبا مش في مشكلة. هو عموما حتى لو جربت هو مثلا تكتب الجامعة بتاعتك، هو اهو بيقترح عليك بتكتب أول حروف من اسم الجامعة، فهو بيقترح عليك، فدي حاجة جميلة جدا. تمام. وبتختار الكلية سواء انت في كلية ايه بقى، سواء حقوق اهو، لو بيجيب لك بقى ايه، بيجيب لك اقتراحات. تجارة اوكي هكتب كوميرس اهو، هيجيب لك كوميرس. تمام. ويجيب لك بقى التفاصيل، فانت بتختار
الكلية اللي انت كنت فيها. بعد كده الميجور، تمام، هتختار انت كنت ايه بقى، اكاونت عربي ولا اكاونتنج فرنش، بتختار بقى انت ايه التخصص بتاعك كان في الكلية. هننزل تحت شوية، في هنا جايب لك other university. ايه ال other university؟ تمام، اهو هو موضح لك هنا، بيقول لك في حالة عدم توافر اسم الجامعة، لو انت ما لقيتش اسم الجامعة عندك فوق في السلكت، فانت هتكتب اسم الجامعة بتاعتك كتابة فوق، وهترجع تكتبه في المربع اللي تحت، تمام. وكذلك دي ودي زيها برضو في الميجور، لو انت مش لاقي الميجور بتاعك هنا في التخصصات دي في القائمة المنسدلة، فانت هتكتبه هنا كتابة، تمام. مش عارفة هو في أزر هنا ولا لأ، هو أكيد في أزر، يعني لو ما لقيتهاش فانت حاول تختار أي حاجة قريبة منها، واكتب له هنا بالتفصيل انت ايه التخصص بتاعك. كان في حد سألني قبل كده السؤال ده، بعت لي قال لي لو انا مش لاقي الميجور بتاعي في التخصصات اللي في القائمة المنسدلة، فانت اختار اي حاجة قريبة منه وتحت اكتب له بالتفصيل انا تخصص كذا كذا، هو بيتفهم ده يعني. كده تمام، خلصنا من الجزئية اللي فوق. هننزل تحت شوية، هندخل على الجراد. انت كنت في الكلية وكنت تخصص كذا وكنت بتدرس في جامعة كذا، ايه بقى لما اتخرجت التقدير بتاعك كان ايه؟ اختار من هنا التقدير بتاعي بقى، جايب لك انت ايه التقدير بتاعك، مقبول، جيد، جيد جدا، امتياز، بتختار، بتضغط عليه. بعدين هنا بيقول لك انت ايه، في ناس تبقى مقدمة كتدريب صيفي او اللي هي سواء في سنة اولى او تانية او تالتة، بيخيرك بيقول لك انت في سنة اولى ولا تانية ولا تالتة. انت لو بتقدم اتخرجت وبتقدم على شغل فانت هتختار خريج، لو انت بتقدم على تدريب هتختار السنة اللي انت فيها وبتضغط عليها، تمام. هننزل تحت شوية، هنا بيقول لك ايه الستارت ديت اللي انت بدأت فيه الكلية، تمام. فالأغلب الكليات بتبدأ مثلا في شهر 10، تمام، فاختار شهر 10 سنة كذا، أنا بدأت الكلية مثلا في سنة كذا، تمام. وكذلك الجرادويشن يير، فهتختار برضو أغلب الناس بتخلص مثلا في 7، هختار شهر 7 وهختار سنة كذا، تمام. الهاي سكول دي لو عايز تملاها تمام، مش عايز تملاها برضو مفيش مشكلة، هو كده كده مش معلم عليها ان هي important، بس عادي انا اكتب له ان انا اتخرجت من ثانوية عامة، وهكتب له المدرسة كان اسم المدرسة ايه، موضوع سهل يعني مفيش اي مشكلة. هنا بيقولك لو انت خدت حاجة بعد الدبلوم، يعني خلاص انت خدت بكالوريا، فهل خدت دبلومة ماستر اي حاجة، اكتبها، يعني اكتب بقى انت خدت دبلومة بعد الكلية او حاجة، وهينزل لك كده زي مربعات، وتكتب برضو التفاصيل بتاعة الدبلومة بتاعتك. هنا بقى بيقول لك certificate، لو انت خدت شهايد، خدت تدريبات من بره معتمدة اي حاجة، فهتسجلها هنا. الناس اللي هي خدت شهايد، خدت كورسات معتمدة، بيبقى الشهادة اللي انت بتاخدها دي بيبقى ليها نمبر او اي دي، اللي هي الشهادات المعتمدة مش الشهادات العادية اللي احنا بناخدها. بتدخل النمبر اي دي، وهتختار من هنا بقى نوع الشهادة ايه، هتكتب البيانات بتاعتها، تمام. او الاورجنايز اللي هو المكان اللي انت خدت منه الشهادة، ورقم الشهادة، والشهادة دي بتاعت ايه، والستارت التاريخ بتاع بداية التدريب أو الشهادة، والتاريخ بتاع النهاية. هنخلص البيانات دي ونعمل save and contain. انت مش واخد شهادات هتسيبها زي ما هي. دخلت بقى على السكشن اللي بعده اللي هو employment history، تمام. فيها ايه بقى، فيها الwork experience، انا اشتغلت فين قبل كده، ايه الخبرة بتاعتي، تمام. دي مهمة جدا. اول حاجة اختار هنا، اول حاجة employer، اختار منها المكان اللي انا كنت شغال فيه، هو بيقترح عليا مثلا كنت شغالة في فودافون، بعمل فودا، هعمل ريفرش، هو يقترح عليا بقى فودافون ايجيبت، فودافون البانيا، بيجيب لي بقى اقتراحات، فانا هختار مثلا فودافون ايجيبت، هعمل سيلكت، تمام. هنزل تحت شوية، بعدين هدخل على الجوب فانكشن. يعني ايه الجوب فانكشن، انا وظيفتي ايه كانت في شركة مثلا فودافون، فاختار من هنا برضو select، وبيجيب لك بقى بيقول لك مندوب مبيعات فروع، بيجيب لك بقى خيارات كتير قوي، انت بتختار منها الوظيفة اللي انت كنت فيها، واقرب حاجة للوظيفة اللي انت فيها، اقرب مسمى وظيفي.
بنختار من هنا طبعا اهو مثلا مبيعات. مبيعات هو بقى بيجيب لك مبيعات. تمام، اعمل سيلكت. فروع مثلا منتجات فروع مبيعات. اوكي، هعمل سيلكت. هنزل تحت شوية، بيقول لي الستارت ديت كانت امتى. انا اشيل بس الصح من current job. هنا بيقول لي انت الوظيفة دي اشتغلت فيها من امتى. اختار الشهر والسنة. تاريخ الانتهاء لو انت سبت الوظيفة دي وحاليا شغال في وظيفة تانية او قاعد في البيت، فانت تختار تاريخ البداية وتاريخ النهاية. لو انت لا شغال في الشركة لسه ستيل وانت بتقدم، هتعمل current job، هيتشال على طول اللي هو تاريخ الانتهاء. خلاص خلصت. هعمل save and contain. لا انا عندي experience تانية، انا اشتغلت في كذا مكان مثلا 3 او 4، هعمل add experience من تحت واملاها بنفس الكيفية. فانا خلاص خلصت، هعمل save and contain. عملت save and contain، دخلني على الصفحة اللي بعدها اللي هي preferences. ايه هي ال preferences؟ اللي هي تفضيلات، انت عايز تشتغل ايه في البنك، حاجة كده زي الرغبات اللي بتملاها وانت رايح الكلية من الثانوية العامة. بيجيب لك هنا مربع فيه الكاتيجوريز، انت عايز تشتغل ايه، انت مقدم امن، ائتمان، استعلامات، التزام، امن سيبراني، مقدم ايه بالظبط. فالاغلب بيبقى عنده مثلا كذا رغبة. انا والله حابب اشتغل عمليات، تمام، ألفت. وكل ما الرغبات تكتر كل ما ده كان افضل. وعايز اشتغل برضو في ممكن الرقابة الداخلية برضو لو في حاجة متاحة. وعايز هكتب مثلا في حدود 3. عايز اشتغل في الفروع أدلست. تمام، فانا كونت قائمة رغبات. هو بيبص كده تلقائي بيشوف ايه الفرع القريب منك، محتاجين عمليات في الفرع ده، فبيبدأ يكلمك انت مقدم ان انت محتاج تشتغل عمليات او رقابة داخلية. تمام، فانت بتملى الليست دي وعلى اساسها بيختاروا الناس اللي هم محتاجين. خلاص انا خلصت، هعمل save and contain. كده دخلني على الصفحة التانية من preferences، تفضيلات برضو. انت حابب تشتغل في الفروع كذا وكذا وكذا، حابب تشتغل فين، ايه المدن اللي انت حابب تشتغل فيها. انا من اسوان، ولو في مثلا في الغردقة وظائف متاحة انا ما عنديش مشكلة، فانا مثلا هضيف الغردقة. تمام، اختار من هنا مثلا ماشي. اختار من هنا، اختار اي حاجة. مثلا انا من اسوان ولو في وظيفة الاقصر، تمام، هعمل مثلا الاقصر نفسها ادلس وهكذا. عايزة اشتغل البحر الأحمر، منطقة البحر الأحمر، الغردقة أهو أدلس. يبقى أنا كده كونت قائمة من الرغبات. هو بيشوف لو أسوان دي توفر فيها وظائف فبيكلمني، لو الأقصر فيها وظائف بيبعتلي، لو الغردقة كذلك. هو عارف إن أنا من أسوان، بس أنا لو في وظيفة في الأقصر فأنا ما عنديش مشكلة هقدم فيها. خلصت كل ده، هعمل save and contain. خلاص بقى خلصنا كل ده، وصلنا للوحش الاتاتشمنت. احنا كده يعتبر خلصنا وملينا الفورم. اخر حاجة بقى بيحتاجها منك اللي هو الاتاتشمنت. ايه هي الاتاتشمنت اللي هحتاجها منك؟ اهم حاجة السي في بتاعك. تمام، هتعمل من هنا choose file، تختار الفايل اللي انت عايزه من الجهاز، وبعد كده بعد ما تخلص هتكتب كومنت. هنا مثلا انت رفعت السي في، هتكتب ده السي في، تعمل اتاتشمنت. ايه تاني غير السي في هيترفع؟ الشهادات اللي انت خدتها، لو انت واخد شهادات معتمدة، حاجات عايزة ترفعها مثلا تبين ان انت عندك experience، شهادة خبرة من شغل قديم ترفعها. انا رفعت مثلا هنا صورة من شهادة خبرة قديمة، هكتب work experience واكمل. تمام، work experience certificate. انا خدت دي شهادة خبرة من شغل قديم، مثلا certificate of marketing، هكتب marketing certificate واكمل عادي جدا. بس ما ننساش اول حاجة نعمل choose file، نختار الصورة ونكتب كومنت عنها واتاتش. خلصت كل ده،
save and contain هيدخلني على اخر حاجه اللي هي review and submit. review ده هيجيب لك الحاجات اللي انت سجلتها من الاول خالص، حاول تبص عليها، الاسم، الميل، البيانات بتاعتك، الرغبات، حاول تبص عليهم كلهم، الeducation. خلاص خلصت، اخر حاجه بقى بيجيب لك submit. هتدوس على submit وكده خلاص، شكرا. هتستنى المكالمه بتاعت البنك او الميل بتاعهم، وإن شاء الله بالتوفيق يا جماعة، ويا رب يا رب يا رب يكرمكم كلكم. طبعا زي ما قلت لكم ما تنسوش لو في أي حد عنده أي سؤال يكتب لي في الكومنتات، وأنا إن شاء الله هرد على كل الكومنتات اللي عندي. موفقين إن شاء الله.